شباب أولى إعدادي، السلام عليكم. صلى على النبي ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. حلينا في الفيديو الأول اللي هو بتاع امبارح الاختبار الأول من مادة الدراسات الاجتماعية، وبدأنا المراجعات النهائية مع بعضين. ركز معايا وصلى على النبي وخلينا نبدأ ونشوف أول سؤال بتاعنا وهو الخريطة. دولة أفريقية منتجة لمعدن يستخدم في إنتاج الطاقة النووية أهي. الدولة الأفريقية اللي موجودة هنا اللي بتنتج الطاقة النووية هي كنا بنسميها دولة إيه؟ كنا بنسميها ناميبيا. كنا بنسميها إيه؟ ناميبيا. طيب ناميبيا هنا بتنتج معدن اسمه معدن اليورانيوم، ده بنستخدمه في إيه؟ بنستخدمه في إنتاج الطاقة النووية. يبقى دي أول دولة عرفناها. من الدول المنتجة للطاقة الكهرومائية أهي دولة اتكلمنا فيها حتى على الترم الأول، وهي دولة أثيوبيا. دولة إيه؟ أثيوبيا. طب تمام جدا. طيب ليه اثيوبيا؟ اشمعنى اثيوبيا؟ لان احنا لما جينا نتكلم عن الطاقه الكهرومائيه اتفقنا ان الدوله بيكون فيها انهار، بيكون فيها بحار، بيكون فيها اي حاجه ميه بتمشي، فالميه اللي بتمشي دي بتولد لنا منها طاقه كهرومائيه. اثيوبيا طبعا هي واحده من منابع نهر النيل الاستواء الموسميه، اللي زي ما انت عارف ان فيها هضبه الحبشه، هي اصلا منبع نهر النيل، فطبيعي ان هي تكون واحده من الدول اللي بتنتج الطاقه الكهرومائيه. وبرضه الدوله التانية اللي بتنتج طاقه كهرومائيه هي مصر. في الاختيار رقم 3 جاي لك تالت الدول الأفريقية سكانا، يعني تالت أكبر دولة أفريقية سكانا، طبعا مش محتاجينها، وهي مصر. اتكلمنا عن في الدول الأفريقية 3 دول هم أعلى 3 دول في السكان، كانت نيجيريا، أثيوبيا، ومصر. احنا دلوقتي بنتكلم عن مصر. يبقى بننتج معدن بينتج طاقة كهرومائية هي ناميبيا، طاقة نووية. بننتج طاقة كهرومائية هي أثيوبيا. تالت أكبر دولة سكان هي مصر. ولو عوزنا تقول لنا أعلى دولة في السكان هتقول لنا نيجيريا. طيب تواجه فئة سن العمل بأفريقيا عدة تحديات. السؤال ده اتكلمنا عنه كتير جدا، إن الأشخاص اللي في سن العمل اللي هم سنهم بيبدأ من أول 15 لحد 64، اللي هم موجودين في وسط الهرم السكاني سواء ذكور سواء إناث في أفريقيا، بيواجهوا مجموعة من المشاكل. إيه هي المشاكل اللي بتواجه الأشخاص اللي في سن العمل؟ أول واحدة من المشاكل ديت خلي بالك أوي، هي عدم وجود فرص تعليمية جيدة. يعني أول مشكلة بتواجههم هي في التعليم. عدم توافر فرص عمل، بتواجههم مشكلة إن ما بيلاقوش فرص عمل، يعني حتى لو اتعلم لما بيتخرج مش بيلاقي فرص عمل. تالت مشكلة بتواجه الفئة ديت هي ضعف الرعاية الصحية، يعني لو تعب ولا لو حصل له أي حاجة مش هيلاقي رعاية صحية كويسة تقدر إن هي تعالجه. يبقى المشاكل اللي بتواجههم مفيش تعليم كويس، مفيش رعاية صحية كويسة، وحتى لو فلت من ده ومن ده مش هيلاقي فرص عمل. اهتمام سعيد باشا بإصلاح بعض الأحوال الاجتماعية في السودان. الدليل إن سعيد باشا أصلح بعض الأحوال الاجتماعية في السودان إن هو أعفى أهالي السودان الفقراء من الضرائب، وأعفى كمان الجنود، وكان في معسكر على نهر الصوباط، كان المعسكر دوت مسؤول عن منع تجارة الرقيق. ده دليل إن سعيد في زيارته للسودان عشان يصلح حالها ويهتم بشؤونها، ده طبعا دليل إن هو اهتم بيها وعمل بعض الإصلاحات. طبعا غير إن هو قسم السودان، بس ده تقسيم إداري بقى، إلى 5 مديريات، وشوفنا كل دوت مع بعض. طيب إمتى بقى تقول لي سعيد راح السودان؟ هقول لك سعيد اهتم بالسودان في نفس وقت الكشوف الجغرافية الأوروبية اللي هتبدأ بسببها حركة الاستعمار اللي عملتها الجمعية الملكية الجغرافية البريطانية. سعيد قلق من الجمعية الملكية الجغرافية البريطانية إن هي رايحة قارة أفريقيا، وراح هو كمان على قارة أفريقيا، واختار السودان هو اللي يروح لها ويعمل فيها مجموعة من الإصلاحات المهمة أوي 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 أوي. وطبعا كان ليه دور مهم في إن هو ينقذ السودان. السؤال الجاي بيقول اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصح وخطأ، طبعا مع التصويب. تم الاعتماد على الزراعة الذكية مناخيا في بعض الدول الأفريقية مثل مصر ومالي. طيب ايه رأيك بقى انت في الكلام دوت؟ طبعا الكلام دوت هنقول ان هو صح بنسبة 100%. طيب نفتكر مع بعضنا الزراعة الذكية مناخيا. الزراعة الذكية مناخيا احنا هنا بنعتمد على اننا نزرع محاصيل بتناسب المناخ والتغيرات المناخية، والزراعة الذكية مناخيا ديت بتقلل من التلوث
والهدف منها زيادة الإنتاج علشان تحقق إيه؟ تحقق الأمن الغذائي. فإحنا في مصر ومالي عملنا كده فعلا واعتمدنا على الزراعة الذكية مناخية. يشكل الراعي أساس الاقتصاد في المناطق الجافة وشبه الجافة. يعني إيه؟ بنتكلم هنا عن المناطق الصحراوية. إيه هو النشاط الاقتصادي المهم اللي بيبقى فيها؟ طبعا بيكون هو الراعي. ما ينفعش نستخدم فيها زراعة، ما ينفعش نستخدم فيها زراعة لأن ما فيهاش مياه عذبة ولا تربة خصبة. ما ينفعش فيها الصناعة لأنك مش هتلاقي مواد خام. طيب طالما مفيش زراعة مفيش صناعة يبقى طبعا مش هتلاقي تجارة. فالراعي هو النشاط الأساسي هنا. استخدمت فرنسا الثقافة كوسيلة للسيطرة على جنوب أفريقيا. طبعا الإجابة هتكون غلط. فرنسا استخدمت الثقافة وسيلة مش عشان تسيطر على جنوب أفريقيا. ممكن تقول لنا مثلا عشان تسيطر على وسط وشرق وغرب أفريقيا. ممكن نشيل أساسا فرنسا والثقافة، بس ده ما تعملهوش، ونكتب إنجلترا. ماشي. ممكن نكتب هنا الجزائر. المهم إن هو إيه؟ غلط. أصدر محمد علي قرار بإلغاء تجارة الرقيق خلال قيامه بحملة على السودان. صح. محمد علي كان رايح يتفقد الإدارة اللي موجودة في السودان، كان رايح يبحث عن المعادن وأهمهم طبعا الذهب، وأصدر قرار بمنع تجارة الرقيق. حدد الأثر الناتج على الثورة الصناعية في أوروبا. الثورة الصناعية في أوروبا النتائج اللي ترتبت عليها لازم تخلي بالك النقطة دي أوي. الإنسان اتحول من الزراعة إلى الصناعة. إلى إيه؟ إلى الصناعة. يبقى أول نتيجة اتحولت الأنشطة اللي بيمارسها السكان في أوروبا من الزراعة إلى الصناعة. مبقاش فيه زراعة، بقى كل اللي موجود إيه؟ بقى كل اللي موجود عندنا هي الصناعة. وده أدى إلى زيادة الإنتاج وتضخم رؤوس الأموال. وكل التلات أفكار دولت هم اللي خلوا بدأ الإنسان الأوروبي يفكر في الاستعمار. يبقى النتائج مترتبة على الثورة الصناعية. رقم 1، تحول الإنسان من الزراعة للصناعة وبدأ يعتمد بدل الصناعة اليدوية بدأ يعتمد على الآلات. 2، تضخمت رؤوس الأموال وحصل زيادة ضخمة جدا في الإنتاج. هنا مطلوب منك تقول لنا واحدة من العقبات اللي بتواجه النقل النهري وواحدة من العقبات اللي بتواجه النقل الجوي. النقل الجوي بتواجهه عقبات، مثلا انت ماشي في النهر عادي خالص فجأة النهر راح عامل كده، اللي احنا بنسميها ايه؟ بنسميها الشلال. بنسميها ايه؟ الشلال. يبقى دي أول مشكلة. ممكن تواجه الجنادل اللي بتكون موجودة على المجرى بتاع الأنهار. يبقى ممكن تقول لنا واحدة بس هي مثلا الشلالات. النقل الجوي الطيارة وهي طايرة فوق في السماء هتلاقي الدولتين بيحاربوا بعض، ممكن يقوموا ضاربينها. يبقى النزاعات أو الحروب السياسية هي اللي بتواجه النقل الجوي. يبقى المشاكل اللي بتواجه النقل النهري هي الشلالات، والمشاكل اللي بتواجه النقل الجوي هي النزاعات أو الحروب السياسية. طيب قلنا شلالات، جنادل، النهر منسوبه مش متساوي، في حتة عالية وحتة منخفضة. حدد أفضل المناطق بقارة أفريقيا لإنتاج الطاقة من الرياح. دي احنا قلنا السواحل الشمالية. ليه؟ لأن بتهب عليها الرياح بانتظام طوال العام، اللي هي المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية اللي موجودة في دولة جنوب أفريقيا. احنا بننتج الطاقة منين؟ من الرياح. طيب ما مقترحاتك من أجل التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة؟ احنا عشان نتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، أول مقترح بالنسبة لنا تقول لنا أنت وجهة نظرك، نعمل ألواح طاقة شمسية أكتر، تاخد الطاقة الشمسية بشكل أكبر وتحولها لنا إلى كهرباء. نعمل محطات لتوليد الطاقة من الرياح، نعمل محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية من الأنهار ومن البحار ومن مصادر المياه بشكل عام. من هو؟ خرج بحملة من مصر لاستكشاف أفريقيا ووصل إلى سنار 1820. اللي وصل بحملة دوت هو إسماعيل. بس خلي بالك بقى عشان هنعرف مين إسماعيل ده. في عندنا 2 إسماعيل، إسماعيل بن محمد علي والخديوي إسماعيل حفيد محمد علي. هنا اللي خرج بحملة دوت ده مين؟ ده إسماعيل ابن محمد علي، إسماعيل ابن محمد. لكن بتاع الأزمة المالية والديون ده الخديوي إسماعيل حفيد محمد علي. انتخب كأول رئيس في جنوب أفريقيا من السكان الأصليين. طبعا ده هتقولي عليه نيلسون مانديلا. ده مين؟ ده نيلسون مانديلا. وده راجل قعد يحارب الاحتلال الإنجليزي وإنجلترا سجنته لمدة 27 سنة، لكن نجح في الآخر إن هو ينتصر ويقضي على التمييز العنصري ويكون أول رئيس لجنوب أفريقيا من جنوب أفريقيا مش من دول أوروبية.
من الشخصيات النسائية المناضلة التي شاركت في ثورة الجزائر 1954 إحنا عندنا 2 كانوا بيقاوموا في الجزائر. أول واحد وهو الأمير عبد القادر الجزائري، وده انتصر على فرنسا في الأول لكن فرنسا نجحت إن هي تهزمه في الآخر. والتانية هي السيدة جميلة بوحيرد. السيدة إيه؟ جميلة بوحيرد. يبقى دي من الشخصيات النسائية. اختر الإجابة الصحيحة. الدولة التي تحتل المركز الأول عالميا وإفريقيا في عدد المواليد هي دولة النيجر. أول ناظر للمدرسة الابتدائية التي أنشأها عباس باشا في الخرطوم طبعا هو كان الناظر رفاعة الطهطاوي. سليم بيك قبطان ده كان بيعمل اكتشافات أيام محمد علي. مصطفى كامل ده كاتب صحفي كان بيقاوم الاحتلال البريطاني. محمد فريد ده اللي ورث مصطفى كامل في زعامة الحزب الوطني. تأسست أول مستعمرة أوروبية في جنوب أفريقيا على يد الهولنديين. طب حد هنا يجي يقول لي ده إنجلترا هي اللي احتلت جنوب أفريقيا، هقول له إنجلترا فعلا احتلت جنوب أفريقيا، لكن حاربت مين؟ حاربت الهولنديين. معنى كده إن لما إنجلترا وصلت كان الهولنديين أساسا موجودين. افتكر وارجع معايا، عندك حاجة اسمها شركة الهند الشرقية الهولندية اتخانقت مع شركة الهند الشرقية البريطانية على مصادر الطاقة اللي ظهرت في جنوب أفريقيا والمعادن. اللغة اللي تنتشر في شمال أفريقيا، إحنا عايشين في شمال أفريقيا، اللغة اللي موجودة عندنا هي إيه؟ هي اللغة العربية. شرق أفريقيا سواحلية، جنوب أفريقيا إنجليزية، وسط وغرب وشمال غرب أفريقيا هي الفرنسية، وفي الجزائر طبعا بنشوفها. يوم تفسر قيام بريطانيا باحتلال مصر عام 1882 بسبب إيه بقى؟ بسبب الأزمة. أني أزمة المالية والديون اللي حصلت في أواخر عهد إسماعيل وابنه الخديوي توفيق، وتم احتلالها عن طريق آخر مرحلة للاحتلال وهي الجيوش والمرحلة العسكرية. طيب، ما العلاقة بين محمد علي والقضاء في السودان؟ إيه اللي جاب محمد علي للقضاء في السودان؟ هقولك أنا. محمد علي عمل إصلاحات في نظام القضاء اللي موجود في السودان. إزاي؟ هو قسم السودان إلى 7 مديريات، صح كده؟ فاكرينها طبعا. كل مديرية من المديريات كان بيعين عليها حكمدار، مش بس حكمدار، ده حكمدار ومعاه قاضي. وعلى كل المديريات اتعين قاضي رئيسي يكون هو ليه الكلمة النهائية، وقضى بقى على نظام المجالس العرفية والتشريعية والحاجات دي. بقى في نظام قضائي، في قاضي، في رئيس للقضاء على المديريات كلها، هو اللي ليه الكلمة النهائية واللي بيحكم وبيصدر الأمر النهائي في أي مشكلة بتكون موجودة في السودان. وصلنا لنهاية الامتحان التاني. كل يوم هنزل لك امتحان، راجعه كويس إن شاء الله هتلاقي في امتحانك آخر السنة. شارك الفيديو ده لو استفدت عشان زمايلك يستفادوا زي ما انت مستفدت، وصلي على النبي. وأنا مستر كريم عز، وسلام.